احب اوصلها يعني. طبعا احنا بنقولوا عداله اجتماعيه وجمعيه تاسيسيه، وان الشعب المطالبه الحقيقيه هتتطبق تمام. يبقى يعني المفروض الاولى ان احنا لو في مطالب شعبيه في مواد دستوريه تضمن الحقوق للشعب المصري في جميع طموحاته المفروض تتلبى. انا عن نفسي معايا 21 اقتراح دستوري للقوانين الخلافيه اللي هي موجوده، ونقط اساسا ما حدش واخد باله منها، اللي هي تامين الحقوق المصريه، العداله الاجتماعيه، عدم احتكار الاسواق، اللي هي القضيه الاساسيه الخلافيه اللي احنا قمنا بثوره عشانها. لغايه الان ما لقيتش واحد يتبنى ايه تقديم الاقتراحات، او انا لغايه دلوقتي مش عارف اوصلها التاسيسيه عشان خاطر احنا حتى تتناقش، رغم ان انا يعني جات لي اتصالات ان السيد عمرو موسى وحزب العمال اللي هو ابو ايمن هم هيقابلوني ويسمعوا الاقتراحات، ولكن لغايه الان انا بقالي 5 ايام بقف قدام مجلس الشورى عشان احاول ان انا اعرض الاقتراحات، مفيش اي فرصه. دليل عن الاوضه او بالعربي الجمعيات التاسيسيه مغلقه على شيء معين. الشيء معين ده احنا هننتظر الاحداث مش هنسبقها، هنشوف. بس كده الثوره مكمله ومطالبنا كده هنوصل لها ان شاء الله في المستقبل. شكرا كده. حضرتك تحب تقول كلمه؟ انا عايز اقول لك حاجه في السياق اللي انت يعني جاي يعني تسجل عنده. حكايه النصب التذكاري دي مش حكايه جديده اساسا. حكايه النصب التذكاري دي عملها المجلس العسكري قبل كده، بس عباره عن نصب تذكاري حديد، وعملنا احتفاليه وكده وكرنفال برضه وصواريخ وبومب واعلام وكده، ومسافه ما خلصت الاحتفاليه اتشال النصب التذكاري. انا شايف ان برضه النصب التذكاري اللي بيتعمل، رغم ان هو بيتعمل يعني بالطوب، النوع الطوب اللي بيتعمل بيه يعني طوب يعني مش رخام، ولكن هو طوب بيتقطع زي الرخام كده، وهو رخيص علشان يعني بحس حاجه يعني نفرح بيها الشعب. كمان ما يكونش فيه عرض مطالب، ما يكونش فيه حاجه، بس تبقى احتفاليه وكرنفال ومظهر حضاري واعلام وبومب وكده، والشعب يفرح، والاغاني الوطنيه وترويج ان السيسي رئيس وكده، وفي يعني يبقى في كرنفاليه كده واحتفال ويبقى في مظهر، ولكن دون اي عرض اهداف للثوره، يعني عشان يموت اي صوت يتكلم عن الثوره. وطبعا اي حد هيقول كلمه غلط عن السيسي هيتلم مؤيد السيسي وهيكون اخواني وهيتضرب بالجزمه وهيطلع بره الميدان، طبعا معروف. فما فيش اي فرق ما بين الفاشيه الدينيه والفاشيه العسكريه. انا بقول ده بيحط لي يافطه وبيكتب لي عليها انا الدين واللي يخالفني كافر وهقطع رقبته، والتاني بيحط لي يافطه انا القوات المسلحه الجيش الوطني واللي يخالفني خاين وعميل وهقطع رقبته. يعني كده ولا كده قطع رقبه ما فرقتش.